معكم أمل أحمري، فارسة ومقدمة ديال السربة فارسة النور، جمعية النور للتراث والأصالة اللي كتمثل مدينة القنيطرة. السربة ديالنا حائزة على عدة جوائز، عدة ميداليات، ميدالية ذهبية بالبطولة الوطنية اللي كانت كتقام بدار السلام. والحمد لله يعني المشاركات ديال السربة كيكونوا في عدة مدن مغربية، مواسم وكذلك وفوالا. اون جينيرال يعني باش تكون مقدم خاصك تكون فارس، لاننا وليت كنشوف واحد الظاهره حاليا، اللي عنده الفلوس راه كيتقدم. لا، مقدم خاصك تكون فارس، خاصك تكون عندك واحد التجربه. بالهضره ديال التبوريضه كنقولوا خاصك تكون عندك الشياخه. شنو هي الشياخه؟ هي تكون عندك واحد التجارب اللي خديتيهم وتعلمتي، والاصول التبوريضه على حقها وطريقها. لان ملي كنهضروا على التبوريضه فحنا كنهضروا على تعليم جيوش، على تعليم، على لان التبوريضه في البدايات راه كانت يعني هي الطريقه الوحيده اللي كنحاربوا بها، هي الطريقه الوحيده اللي كندخلوا بها المعارك. و في البدايات يعني في القرن، نهايه القرن الخامس عشر، راه كانت التبوريضه، راه كانت يعني هاد الطريقه يعني ديال التبوريضه والعود والمكحله والوثاق وداك الشيء. فاحنا راه بهم يعني ربحنا عده معارك، وكان المغرب في الاوج ديالو. اكيد صعيب، لان هذا الميدان كيف ما كنعرفوا حكر على الرجل، وكان حكر على الرجل لسنوات الى اواخر. يعني يعني كيف فاش بدات المراه كتركب هنا، المراه كتركب مع الاخ ديالها، مع الاب ديالها، مع العائله ديالها. ف سيتي ديفيسيل على المراه باش تركب. وحتى دابا راه ماشي ساهل باش المراه يعني تامبوزي راسها في لو دومين. ولكن الا كان يعني المواكبه، وكان يعني التحفيز ديال العائله، وكانت واحد المثابره، وكان الصبر، وكانت المراه قاده تبرز الشخصيه ديالها بطريقه محترمه وتكون في هذا الميدان. فاكيد انها غدير بلاصتها وغادي تبقى غاده مزيان الحمد لله، كيف ما لوكا ديالنا حنايا. بالنسبه للمعرض فما عمر يعني صرا نسويه دخلوا ليه، لان البطوله الوطنيه اللي كانت كتقام بدار السلام، البطوله ديال الفارسات، فهي كانت حبست في 2011، في 2010 كانت اخر بطوله لينا. الوغ من تما يعني ما كانت، يعني كانوا وعود بان غادي ندخلوا ابخي دار السلام، غادي ندخلوا لو صالون. مي اون فوا حبست البطوله في 2010، 2011 يعني ما كانتش مسابقه لا في دار السلام لا في معرض الفرس بالنسبه للسراب النسويه. الحمد لله والشكر لله. يعني المسار الشخصي ديالي كان حافل جدا بما يسمى خيل، لا من ناحيه الحب ديالي للخيل اللي هو البدايه، لا من ناحيه الهوايه ديالي، لا من ناحيه واحد المده ماشي صغيره اللي دوزتها في العمل ديالي مع الخيل. والحمد لله دابا يعني ختامه مسك. دابا خاص الدراسه باش تعرف الخيل، وتعرف تعرف اكثر. يعني انا دارسه شنو هو الخيل، دارسه كيفاش نركب الخيل، دارسه كيفاش نتعامل بالخيل. دابا بغيت يعني ندخل هاد الهوايه في العلاج، ندخلها ثيرابي، اكين ثيرابي. والحمد لله البحث ديالي قائم على هذا الشيء، وعجبني الحال، لانني كنقول ان جور ما غتبقاش عندي الصحه باش نركب، ولكن غادي نبقى مع الخيل، غادي نبقى ديما حدا الخيل، غادي تبقى دائما عندي واحد لا غولاسيون مع العود اللي ما بغيتهاش تحبس. الخيل c'est peut-être si tu m'as posé la question ça fait 10 ans, je vais te dire que le cheval c'est ma vie. دابا العود النص الكبير من حياتي. العود هو تغذية الروح ديالي. العود هو امل بينها وبين راسها، هو العود. الوغ ما كنظنش راسي يعني صعيب نعيش بلا عود. والحمد لله انا راضيه على علاقتي بالخيل، علاقتي بالحصان، علاقتي بالفرس اون جينيرال، لان هي اللي كتعطيك العود وكتعطيك العوده.